أنا أفهم من كلامك موضوع بناء ملعب 100,000 متفرج أو أكثر ضرورة حتمية. ضرورة حتمية لو أريد نقيم بطولات كبرى. واضح. أستاذ علاء ضد بناء ملاعب في العراق. آخر شيء يحتاج العراق، خليني أقول لك، آخر شيء يحتاج العراق بناء ملاعب. إحنا بحاجة إلى مستشفيات وبحاجة إلى مدارس، وبغداد تحديدا يعني حقيقة كفر في مجال البناء انه تبني في ملعب في بغداد. بغداد بغداد اللي بيها 9 مليون مواطن بعد ما تتحمل ملاعب. بغداد اللي مساحتها 4500 كيلو متر فقط وبيها 9 ملايين مواطن، بينما ليبيا اللي مساحتها 1,700,000 كيلومتر، يعني بقد العراق يمكن 30 مرة. سكانها فقط كل ليبيا 6 مليون. فأنت 9 مليون وتريد تجيب لي ملعب ب100,000، وين تحطهم؟ هاي خلينا نلقى حل احنا للزحامات. احنا ربما نكون بحاجه لا احنا نحكي كرة قدم. انت وين وديتنا ليبيا وديتنا للشوارع؟ احنا نحكي لا احصاءات وشواهد. ادري احنا ما الشوارع، خليها الاحترام لي احنا بدنا نحكي على مجال كرة القدم. هو في على ملعب القدم. احنا شايلين بالشوارع، ما خرجنا، لكن غير نجيب شواهد. عموما وجهة نظر محترمة، بس انا بالنسبة لي انت اذا تريد ترتكب خطأ تبني ملعب في بغداد. لا شلون استاذ علاء؟ ابنيها في واسط من الجانب الرياضي. ابنيه في واسط. انت تدري لو هي ادوار. انت تدري انا اتفق وياك بموضوع المستشفيات. صحيح. تدري البصرة اكبر من بغداد 4 مرات. تدري البصرة بها بس 3 ملايين مواطن فقط، 9 و4,000، يعني هاي اكبر منها، وتيجي تجيب ملعب بعد. لا ما اعتقد انا. لا العراق محتاج ملاعب، لا عندنا ملاعب كل شيء. بالمناسبه احنا مو البرازيل. اسمعني خلي اكمل لك الاحصائيات، خاف ما يرضى عليك كاتب. لا مو يرضى عليك، بس العاصمه الالمانيه تماما ما متفق وياك. ممتاز، بس خليني انا ما متفق وجهه نظري. لا يعني انت بهاي الحاله، يعني بهاي الحاله الصوره عندك ما واضحه، مو بالشكل الصحيح. احنا نحكي من الجانب الرياضي استاذ علاء، من الجانب الرياضي. احنا العراق نجح بتنظيم بطوله الخليج، وكانت ردود افعالها كبيره على المجتمع العراقي، على الجوانب السياحيه والاقتصاديه وكل الامور اللي موجوده بالبلد. احنا هذا الموضوع نريد نعكس بالعاصمه بغداد. الصين اللي عاد ايش قد يراد ايش كم ملعب؟ اعقب على كلام انا خلي اكمل العفو بس. اولا شوف، العاصمه برلين اللي هي برلين بيها ملعب واحد. العاصمه روما اللي بيها لاتسيو وبيها نادي روما، ما بيها ملعب الا واحد يعود للبلديه ياجرونه منه. ميلان اللي بيها اي سي ميلان وبيها انتر ميلان، ما بيها الا ملعب واحد فقط، وكلهم دني كبر مدن اكبر من بغداد. اليوم تعرف ما الجمهور العراق كله راح يكون ضدك بموضوع بناء الملاعب اللي محتاجين احنا بهذا الوقت ونسعى للبطولات. انا انظر وما يجوز يعني نظره عميقه لبغداد. بغداد بحاجه الى امور اخرى، اخرها في سلم الاولويات اخرها ملعب. اخر شيء الملعب نحتاج ابدا اصلا. يعني انت تريد تزيد الزحمه، بس المفروض نسوي يعني عاصمه اداريه اخرى. احنا عندنا مناطق شاسعه. بالمناسبة على تكريم المنتخب بالقطاع الأراضي، شو يصير لو يخلون دول الجمهور اللي توفوا؟ ليش ما يعطوهم قطاع أراضي؟ ليش يعني؟ أنا سألك. تدري أنت العراق أكبر من إنجلترا مرتين؟ تدري لو لا؟ تدري العراق أكبر من إنجلترا مرتين؟ زين؟ تدري البصرة أكبر من البحرين ب30 مرة؟ طبعا هذا سجلهن وراجع. 30 مرة البصرة أكبر من البحرين. تدري البحرين البصرة أكبر من قطر مرتين. تدري البصرة أكبر من الكويت. تدري محافظة الأنبار أكبر من الأردن، زائد سوريا، زائد لبنان، زائد فلسطين، زائد الكيان الصهيوني، كلهم ذولا مجتمعين والأنبار أكبر منهم. وإحنا نعاني من مشكلة سكن ونريد نبني ملعب ب100,000. والله أنا أتفق وياك بجون، والله العظيم أتفق وياك بجون، بس إحنا نتحدث بالجانب الرياضي. أنا اللي هو راح يكون بوابة ويطلع لي باكر واحد. أنت متابعينك كلهم بس رياضيين، ما بيهم واحد ما يخابرك يقول لك يا كابتن أنت ليش يعني مركز بالرياضة؟ ليش ما أنت تحكي على حال المستشفى؟ إحنا بحاجة مستشفى كابتن. يعني أنا هسه الأمير محمد بن سلمان اللي وعد ببناء مدينة رياضية ب100,000 بشرفك احنا احوج الى ملعب لو احوج الى مستشفى. والله احنا بحاجه الى مستشفى، بس الملعب لا تقول لي احوج بحب وشغف الجماهير. كابتن انا ما عندي وقت يعني باختصار جدا. انا احترم راي اختصار بس احنا موضوعنا وبرنامجنا برنامج رياضه، وبدنا نحكي عن كره القدم، بدنا نحكي على ملاعب كره القدم. صح أنا معاك، احنا نحتاج إلى مستشفيات، إلى مدارس، إلى مراكز صحية كثيرة، كل شيء نحتاج، بلد يحتاج يعني، ولكن احنا بدنا نتطرق موضوع
خاص، موضوع خاص عن كرة القدم. الشيء الآخر تفضل قام يقارن يعني أستاذ عامر، قام علاء العفو أستاذ علاء قام يقارن، هاي يعني مو من اختصاص برنامجنا. واضح. الشيء الآخر واضح. احنا لو ترقمت الكراسي مع التذاكر جاء 90,000 يجي فقط 90,000، مو احنا واضحة الفكرة كابتن مجبل، وهو هم الى رأي محترم والله ما عندي ربع دقيقة فقط. يلا تفضل. اللي يريد يسوق شيء يسوقه من خلال برنامج ناجح، وماكو انجح من البرامج الرياضية. فأنا من خلال برنامجكم اطالب ان الدولة تتابع موضوع المدارس والمستشفيات اللي اهم ب3000 مرة و90 من كرة القدم ومن الرياضة، اللي احنا اصلا هي قطاع اقتصادي فاشل بامتياز. الرياضة غير قطاع اقتصادي لا جدوى منه اصلا، وانت تدري يعني طروحات بهذا الموضوع. يعني احنا لو نتحول للاحتراف ما يصير احنا رياضة فريق عمره 70 سنة يبقى يتعكز على ميزانية الدولة. واضح كلامك. انا اشكرك. هو يعني الحديث ممكن ارد عليه.